بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم ولادي وبناتي سنة أولى إعدادي. النهاردة هنتكلم عن الشغل اللي بنرمز له بالرمز W. مبدئيا كده يا صديقي لازم تعرف إن مفهوم الشغل في الحياة الطبيعية بتاعتنا اليومية يختلف عن مفهوم الشغل في الفيزياء. حضرتك في الحياة اليومية ممكن الشغل يكون عن طريق مجهود عضلي أو مجهود ذهني، مش لازم يبقى فيه حركة. أما الشغل في المفهوم الفيزيائي لابد من شرطين مهمين، خلاص، بنسموها شروط بذل الشغل. أول شرط في بذل الشغل إن يكون في حاجة اسمها قوة، تمام؟ يبقى الجسم لازم يتأثر عليه بقوة معينة. تاني حاجة إن نتيجة القوة دي الجسم لازم يتحرك إزاحة معينة، خلاص، والحركة دي كمان تكون في نفس اتجاه تأثير قوة، إزاحة في نفس اتجاه تأثير القوة. هناخد دلوقتي شوية تطبيقات نقدر من خلالها نعرف إذا كان الجسم ده بيبذل شغل أو ما بيبذلش شغل طبقا للمفهوم الفيزيائي. أول صورة عندنا في صورة بنوتة بتزق البوكس، تزق الصندوق. كلمة بتزق يبقى هي أثرت عليه بقوة، ونتيجة كده إن الصندوق اتحرك في نفس اتجاه، يبقى البنوتة عملت قوة وتحرك في نفس اتجاه تأثير القوة إزاحة معينة، يبقى البنوتة دي في الحالة دي بذلت شغل. الحالة التانية البنت أو البنوتة قاعدة ما تتحركش، تمام؟ طب القوة المؤثرة عليها إيه؟ القوة المؤثرة عليها الأسفل اللي هي قوة الجاذبية. طب البنت اتحركت يبقى دي القوة تأثير أسفل. لو البنت اتحركت البنت ما اتحركت يبقى في قوة ومفيش إزاحة، يبقى في الحالة دي البنت ما بذلتش شغل. يبقى البنوتة بتتحرك من أسفل لأعلى، تمام؟ يبقى ده اتجاه القوة بتاعتها، تمام؟ يبقى القوة بتاعتها من أسفل لأعلى أدت إلى حركتها من أسفل لأعلى، يبقى إذا في قوة وفي إزاحة في نفس الاتجاه. الحالة الأخيرة إن البنوتة شايلة بوكس وبتتحرك، تمام؟ البوكس ده عليه تأثير قوة الأسفل اللي هو قوة الجاذبية، تمام؟ بس البنوتة بتتحرك للأمام، يبقى في قوة وفي إزاحة بس مش في نفس الاتجاه، اتجاهين متعامدين، يبقى إذا برضه هنا في الحالة ما بتبذلش شغل. يبقى بنخلص من هذا إن في المعنى الفيزيائي الجسم عشان يكون بذل شغل لازم تأثر عليه قوة مناسبة أدت إلى حركته وإزاحته في نفس اتجاه تأثير القوة. تعليل لطيف قوي بيقول لك إيه؟ الشخص الذي يدفع حائطا لا يبذل شغلا، بيتعب نفسه على الفاضي. هو عمل قوة، تمام، بس ما عملش إزاحة، يبقى إذا في الحالة دي لم يبذل شغلا. يا مستر ده تعب وعرق كمان، أقول لك هو كده عمل قوة ما عملش إزاحة، لأن القوة التي تؤثر على الحائط لا تسبب إزاحة. في الحالة دي الإزاحة هتساوي صفر، يبقى إذا ما اشتغلش، يبقى إذا قيمة الشغل صفر. ومن كل اللي فات ده يا صديقي هنستنتج بقى تعريف الشغل. تعريف الشغل مش هيطلع بره الكلام اللي قلناه من شوية. الشغل هو كمية الطاقة اللازمة. طيب يبقى كمية الطاقة اللازمة لازمة لإيه؟ لتحريك جسم، خلاص، هتحركه إيه؟ إزاحة معينة في نفس اتجاه القوى المؤثرة عليه. نفس الكلام اللي قلناه، واحنا كده استنتجنا التعريف بالكلام اللي قبل كده، تمام؟ يبقى الشغل الرمز بتاعه الدبليو، وكمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم مساحة معينة في نفس اتجاه القوى المؤثرة. قسمها نقاط كده سهل عليك الحفظ، تفهمها أحسن ما تحفظها.